السلام. اليوم معاكم إبراهيم جيمر. اليوم راح نسوي لعبة ماينكرافت التقليد اسمها كرافت. نكمل آسف لقد تغديت. سوف أجعل اللعبة نعم بيسفول لكي يمر الليل لأنني لم أبدأ. أول شيء أن نجمع الخشب. هنا غابة الأشجار البيضاء على الأسف الشديد، أنا لا أحبه جدا، وفي هذا الهاتف لا أستطيع مع الأسف لن نستطيع أن نحمل ماينكرافت الأصلية، فلهذا سوف نلعب فقط هذه. هدفنا أن نأخذ أولا الذهب دياموند، وثانيا أن ندخل بوابة الإند، وثالثا أن نقتل بيجمان، ورابعا أن نقتل غاست، وأخيرا نقتل إندرمان. هذا هم الأهداف إن شاء الله سوف نفعلها في هذه السلسلة، وهذه أول حلقة. اوكي، يبدو الصوت عالي جدا هكذا. اوكي، نصنعه. اعطيكم استراتيجية اظن الكل يعرفها، فقط اريد ان اقول اذا لم يكن يعرفها احد. الاستراتيجية هي ان تأخذ كرافتنج تيبل وتضعها وتفعل فقط بيكاكس، فقط هذا فقط، ثم تأخذ الكرافتنج تيبل، يعني بالعربية كرافتنج هي صناعة تيبل، يعني هي طبلة، إذا كقصد الطاولة، يعني طاولة الصناعة. إذا يريد أحد ترجمتها هي طاولة الصناعة. كرافتنج يعني الصناعة، والتيبل يعني وآسف لأني أتكلم كثيرا، وأنا عندما أتكلم أرتبك قليلا بعض الأحيان في هذا إنشاء الكلمات. يعني تيبل معروفة، طاولة، يعني طاولة صناعة. ما هو الصعب في هذا الموضوع؟ هذا سكين، إذا أراد أحد أن يأخذه عادي. سوف أريكم من أين أخذته إذا أردتم. إذا لم تريدون فلا تأخذوه. سوف أيضا أعطيكم يعني موقع أعطيكم موقع لكي أجمعوا خشب لكي تصنعوا سكنات بأنفسكم. هناك موقعين جيدين سوف أريكم هما. هو الأول هو أعرفه، تكتبوا سكين لا تخوا دي سكين ماينكرافت يطلع هو الأول. سوف أريكم سوف أريكم صح. أنا آسف جدا جدا أنني أرتبك، والذي أنا سوف أرجوكم ثم أترجاكم أن تحطوا لايك واشتراك. لماذا أنتم لا تفعلون لايك اشتراك؟ وإذا لم يعجبك الفيديو فلتفعل ديسلايك. أنا لا أأمرك أن تفعل لايك، أنا لا أأمرك، فقط إذا أردت. يعني أنت حر في الاختيار، يمكنك أن لا تفعل لايك، يعني أنا سوف أجعلك حر. حتى ولو وصلت إلى ملايين يوتيوبر، سوف ملايين مشتركين، هكذا سوف أبقى. أنت حر، فقط أنا أطلب منك فضلا وليس أمرا، كما يقولون فضلا وليس أمرا. أطلب منك هذا فضلا، ليس أأمرك. إذا لم تريد تعجبك القناة آسف، يعني سوف أحاول أن أنوع من يعني الألعاب وهذه الأشياء. أوكي. والآن يجب أن نهرس هذه، نأخذها معنا لكي ندخل إلى الكهف ونجمع هكذا مثل الحديد، يعني هذه الأشياء البدائية اللي نحتاجها في اللعبة. مهم
أريد أن أقول لكم شيء. هذا إذا كان الصوت عالي سوف أراه في المونتاج، وسوف يعني أخفضه. أوكي. دابا هم إذا هذا الفيديو وصل إلى لايكين فقط، أو لكي لا أصعب عليكم الموضوع، لايك واحد. إذا وصل لايك واحد هذا الفيديو يمكن أن ننزل حلقة جديدة. يعني سوف أول ما أرى أن أصبح لها لايك واحد فقط سوف أفكر، سوف أسجل الفيديو. لدي فكرة أصدقاء، أنني سوف يعني بعد أن أنتهي من هذه الحلقة سوف أفعل فيديو، وعندما يصل الفيديو إلى لايك أنشره. هذه هي الخطة. اكتشفت أنه الذي يفعلوها من أن تفكيري أن يفعلوها، لأن لا يمكن أن في تلك اللحظة أن تفعلوه بسرعة وطويله. فهمتم؟ مهم. إذا سوف يعني نحاول أن نطور من الجهاز القديم. أنا ألعب الحين، أريد أن تعرف ألعب بالطابلت أندرويد 4.4.4. هذا الذي ألعب به. هو لدي تليفون أصغر فيه أندرويد 4.4.3. يعني يوجد فرق بسيط. يعني أنا أخذه لكي أزين، يعني أو مثلا أزرعها وألبسها عندما أواجه أندرمان هكذا. الآن إذا لم تكن لي قوة، فهمتم؟ فاستفيدوا في ماينكرافت الطبيعية، لن يكون بالوجه. يعني يمكن أن تزرعوها، أن يعني تزينوا المنظر، تجعلوه إضاءة. يعني أنت حر، لن أمرك أحد أن تفعل شيئا. سوف أنصحكم بشيء. الشخص الوحيد الذي يتحكم بكم ويأمركم هو الأب والأم والعائلة. يعني العائلة مثل الأب، الأم، الجدة. هذا يعني كنا أن يقولوا لك مثلا أرجوك يعني جيب لي مثلا اشتري البقالة. فهمتم؟ وات أول مرة الصغير الخنزير. والسلام عليكم. أول مرة أرى في هذه اللعبة، أول مرة في حياتي أنظر أرى في أي لعبة. مين ديم. سأخذ صورة. لا، أين أنا؟ أيوة الهاتف. وات هاي قولي إيش هذا؟ ما هذا؟ أخذت صورة. نادر، أول مرة أراه. كيف أيها اللدود؟ كيف؟ لا أجلسوا اللعبة أرجوك. أين هو؟ أنا بخير الحمد لله. الحمد لله. يلا يمكن أن نصورك. بسم الله. نصورك. يضر. أول مرة أراه في هذه اللعبة. يعني يمكن أن يكون في اللعبة، ولكن مثل أول مرة ألقاه هكذا بدون أن نحييه هكذا، يعني بدون أن نزاوج، يعني فقط هكذا في البرية. أول مرة أنا أرى في البرية. انظروا إذا كانت التعليقات تشتغل عندكم فلتروا. أنا أعرف يمكن أن يكون التعليقات لا تشتغل، وسوف أحاول في هذه السلسلة يا أصدقائي ألا أستعمل الكرياتيف. يعني أحاول أن أعتمد على نفسي 100%. مثلا يعني خلف الكواليس مو راح ألعب يعني شوية كده وفجأة أقول لكم عندي دياموند. لا، سوف ألعب وراء الكواليس، يعني أشياء بسيطة. يعني يمكن في وراء الكواليس يمكن أن أفعل بث. لا أعلم، يمكن لا، لأنني شيء واحد أنني أسجل بهذا التابلت. نعم، لكن لا أنشر فيديو في هذا التابلت أنه قديم ولا يخدم عليه اليوتيوب، فلذا لا أستطيع النشر. يعني أنشر في قناة أخرى اسمها إبراهيم جيمر. يعني فهمتم؟ هي القناة التي سوف ترون بها هذا الفيديو. أترجاكم مرة أخرى
فضلا وليس أمرا أن تفعلوا اللايك وتشتركوا في القناة، فهذا بالنسبة لنا ليس شيئا عاديا كتعرفون. والذي يريد أن يصبح يوتيوبر يعني في بداياته يسحب عادي، مثل أنا الآن سحبت عليكم 6 أشهر، وآسف على قطعة أيضا، وآسف جدا. أعرف أن الكثير الآن لا يروني ولا يعني ينسوني، عادي، شيء عاد أن يكون لديك فيو واحد. أنا أكثر فيديو فيه فيو 43 فيو نزل، يعني أول فيديو عندما أظهرت وجهي في هذا التابلت لا يوجد خلفية، يعني لا يمكن أن أظهر وجهي للأسف الشديد. يعني يمكن بعض الأحيان أسجل بهاتف أبي، يعني أنا الآن أسجل بهذا لأنه يوجد مساحة، فهمتم؟ يعني يوجد مساحة، في الهاتف الآخر لا يوجد مساحة، فلهذا أنا أسجل بهذا الفيديو، يعني لا أقصد بهذا ما هو اسمه بهذا التابلت، فلهذا لا يوجد كهرباء الشمال لا يوجد حقوق على سكين تاعي، إذا أراده أحد فليأخذه، يعني عادي أحد يكون مثل سكين عادي. فأنا بالنسبة لي عادي، ليس يعني إلا إذا يعني كان مثلا كنت مشهورا، لا يعني أنك عليك أن مثلا إن سكيني مخصوص لا يوجد، ليس عليه أن يكون من شخص آخر، لا، عادي الأمر. يعني في الاسم يمكن أن مثلا يظن الناس أن هذا هو أنت وأنت ليس هو، يعني شخص آخر من متابعينك يمثل أنك هو، هذا الشيء ليس جيد، يعرفون. أظن وصلت الحلقة إلى 12 دقيقة، أوقفوها مثلا، لا لا لا، ثم 20، لا، سوف نأخذها كذا، والباب ينفتح في يعني منزلنا قريب. لقد قفزة العظمى. مهم، سوف نفعل أول تحدي، الحصول على الحديد. ها هو، نجحنا بأول تحدي، هو أن نأخذ الحديد. لم أحدد الكمية، فلهذا عاد أخذ واحدة أو حتى 2، يعني ما أستطيع عليه. سوف نأخذ سنة نرى، وسوف يعني عليها تكون مشهورة، سوف نسهرها بسم الله. واحدة أظن، نصنع آخر. أسف لأني عندما أتكلم بشكل غريب، لاحظت هذا في يعني مثل أرتكبك هكذا، يعني أنا لا فهمتم مثل الآن لكن فهمتم، يعني أتلخبط. وأسف على الفيديوهات هذه، لا أستطيع أن أكررها لأن المساحة هكذا. حسنا، نجحنا في أول تحدي، يا أخيرا الحديد. هكذا، هذا هو سكين. سكين، انتظروا، لا اختي، أي صديق، أخيرا. أوكي، علينا أن نفعل الزاوية المثالية. هذه الزاوية مثالية هكذا. وكان معكم إبراهيم جيمر، ومع السلامة. وهذا هو سكني إذا أردتم، ها هو، يعني، ومع السلامة، دمتم في رعاية الله.